كل شويه مكرونه وبانيه مكرونه وبانيه. عندك بانيه وزهقتي منه، كل شويه تحمريه تحمريه وزهقتي، او عايزه تغيري، عايزه تعمليه كده فكره حلوه وتكون جديده. هاتي البانيه اللي عندك اي كميه، حتى لو ربع كيلو، هاتيهم وتعالي هنعمل بيهم احلى سندوتشات شاورما. علشان تجيبي سندوتشات الشاورما الفراخ من بره، اقل سندوتش معدي ال100 جنيه. تعالي بقى هاتيهم، احنا هنعمله النهارده في البيت بامكانيات كلها موجوده عندك في البيت، واوفر بكتير من سندوتشات بره. بس لو اول مره تشوفيني، حطي لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديوهاتنا الاقتصاديه اللي بننزلها. بنزل كل يوم فيديو لوجبات اقتصاديه وافكار كده الوجبات على قد الايد. يلا بينا نشوف طريقتنا السهله والبسيطه. انا دلوقتي معايا 3 بصلات، ومعايا فلفل الوان، ومعايا 3 طماطمات. لو ما عندكيش فلفل الوان ممكن فلفل رومي اخضر عادي. دلوقتي بقى انا هاخد البصل بتاعي، هقطعه كده حلقات كده او جوليان كده بالطريقه دي كده بالظبط. وبعد كده هاخد برضو الطماطم، هقطعها برضو، بس ايه اهم حاجه ان انا هشيل قلب الطماطم من جوه، الجزء اللي هو بيبقى فيه ميه وبيبقى فيه بذر دوت. انا مش محتاجاه في حاجه، انا عايزه بس القلب بتاع الطماطم اللي جوه. هاخده كده هوت وهقطعه بالطريقه ديت، برضو حلقات كده صغيره كده او قطع كده صغيره كده بالطريقه دي بالظبط. كده تمام. حط لنا بقى لايك للفيديو، ما تنسيش اللايك، لسه ما حطيتش لايك لغايه دلوقتي. هنا برضو انا هاخد الفلفل الالوان وهقطعه برضو كده قطع صغيره زي الايه زي البصل والطماطم. انا عايزه اقولك ان الفلفل الالوان دوت فيه قيمه غذائيه حلوه جدا، انا بحب احطه في كل الوصفات اللي انا بعملها. بس برضو لو مش عندك، احنا الوصفه بتاعتنا مش هتقف، هنتصرف برضو، ممكن تحطي فلفل اخضر عادي، هتبقى جميله برضو وحلوه جدا. يا جمال الالوان والقيمه الغذائيه، طبعا بتوع بره مش هيحطلك بقى الالوان الكتيره ديت في الاكل. تعالي هنا بقى نشوف البانيه بتاعنا. انا هنا معايا نص كيلو من البانيه. بصراحة احنا كنا زهقانين من البانيه اللي احنا كل شوية بنحمره نحمره، فجات لي فكرة ايه ان انا اعمله شاورما فراخ، عشان انا ولادي بيحبوا الشاورما جدا، وعشان اروح اجيب لهم سندوتشات من بره فطبعا هتكلفني مبلغ وقدره. السندوتش دلوقتي معدي ال100 جنيه، وطبعا مش هيكون بالنظافة اللي احنا بنعملها في البيت، ولا طبعا هيحطلك كمية الخضار اللي فيه قيمة غذائية دي كده كلها. جبت بقى نص كيلو بانيه وقطعته كده بالطريقة ديت. تعالي بقى دلوقتي كده هناخده يبقى الصينيه اللي هتعمليه فيها او الطاسه، هتحطي فيها كده شويه من الزيت، واول ما يبتدي الزيت بتاعك يسخن هنزل بيها كده بقطع البانيه كده اللي احنا مقطعينه بالطريقه دي كده بالظبط. هديله تشويحه كده في الزيت، هو في ثواني هتلاقيه استوى معاكي، لان هو البانيه رقيق واحنا مقطعينه قطع صغيره. هي حاجات بسيطه وهتلاقي البانيه بتاعك اتشوح وبقى تمام. انا دلوقتي وانا بشوحه كده هرش عليه رشه فلفل اسود. انا لسه التوابل مش هضيفها على الشاورما دلوقتي، هضيفها في الاخر وهقولك ايه هي توابل الشاورما بالظبط. هفضل اشوح فيه كده لغايه اما اتاكد ان هو خلاص استوى وبقى تمام معايا. دلوقتي بقى هاخد البصل الاول وهبتدي برضو اشوحه كده هوت مع البانيه بتاعي بالطريقه دي كده بالظبط. هي برضو دقيقتين وهتلاقي البصل بتاعك اتشوح كده وبقى تمام وجميل جدا. هاخد بقى بعديها كده هوسع بس مكان في النص وهنزل بالطماطم. بصي هو بنفس الترتيب ده بالظبط، انا بنزل بالبصل الاول وبعد كده الطماطم وبعد كده اخر حاجة الفلفل الالوان. هشوح كده كل مكون انا بنزله، هفضل اشوح كده. هاخد بقى دلوقتي الفلفل بتاعي اخر حاجة هنزله. انا عايزة اقولك كده ان الوصفة بتاعتنا في دقايق بتكون جاهزة معاكي. يعني بصي لو محتارة ان انت تعملي اكل ايه، عايزة تعملي حاجة كده على السريع، وعندك شوية البانيه دول حتى لو ربع كيلو مع الخضار والحاجات اللي احنا بنضيفها عليه ديت، هيظبطولك الدنيا وهيعملولك كمية حلوة جدا. تعالي بقى اقولك على التوابل بتاعتنا. انا هحط دلوقتي ملح، وهحط رشة فلفل اسود، وهحط بقى ايه، هحط معايا بهارات شاورما فراخ. بس كده. انت بتجيبيها دي من عند العطار بتبقى جاهزة، هي بهارات شاورما فراخ وبتحطيها عليها. انا بقى مش عايزة احط اضافات توابل كتير ولا اي حاجة، عشان مش عايزاها ايه تغير طعم الشاورما بتاعتي. انا عايزه احس ان انا كده باكل شاورما الفراخ بالخضار كده بيبقى ايه طعمه بيبقى باين. كده تمام. خدت تشويحه كده مع التوابل اقل من دقيقتين وبقت جاهزه معاكي. هاتي بقى العيش الفينو بتاعك او العيش الكايزر او العيش البلدي، اي عيش متوفر عندك، وحطي بقى فيها السندوتشات ديت.
تحفة جميلة بجد، خطيرة جدا جدا. اي صوص بقى عندك، انا ولادي بيحبوا صوص الكاتشب جدا. عندك صوص طحينة حطيه، اي صوص عندك حطيه، لو مش عندك صوص مش مشكلة، بجد طعمها خطير خطير. عملنا مع بعض من كام يوم في القناة سندوتشات شاورما اللحمة، كانت من بواقي لحمة عندي عملناها، كانت خطيرة. هسيب لك اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. متنسيش بقى اللايك للفيديو، نورنا بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك كل يوم فيديوهاتنا الاقتصادية.